صباح الخير على شباب اليوتيوب. انا جالي سؤال كتير منكم سألوني عليه. ازاي اكلم بنت معرفهاش؟ هي مش سهلة، بس في نفس الوقت لو انت فهمتها ممكن تتعامل عادي جدا. الموضوع كله، انا متأكد ان انت رحت مكان شفت بنت عجبتك جدا وعايز تكلمها، بس ما مش عارف يعني تروح تكلمها ازاي. يمكن هي مع اصحابها بتعمل حاجة معينة، مشت، انت كان نفسك تكلمها بس مش قادر، ما عشان انت مش عارف ازاي. ما انت لو هتعرف ازاي انت اكيد هتروح هتكلمها، ومين عالم ممكن تبقى زوجتك، تبقى whatever. طيب، هلخص لك الموضوع كله في حاجتين: الدخله والخارجه. لو دخلت صح وخرجت صح، احتمالات كبيره قوي تبقى ظبطت الكلام صح. نتكلم عن الدخله. لازم تخش وانت واثق في نفسك جدا. لازم تخش: انا شفتك من بعيد في شكلك ملفت جدا وكان نفسي فعلا اتعرف عليكي. انا مش داخل عكسك ولا غلس عليكي، بس انا فعلا عايز اتعرف عليكي. اسمي كذا، وهنا قاعد بعمل whatever انت بتعمله، وكنت عايز اعرف انت ايه رايك، بتعملي ايه النهارده، ظروفك ايه. وابدا اتكلم معاها. قفلتك كلمت معاك حلو قوي. طيب، الحاجه اللي بعديها، لازم تخش الدخله تفهمها ان انا نفس الدماغ بتاعتك. يعني لو هي دماغها عايزه تروح البحر، يبقى انت بتتكلم على موضوع البحر، اللي انتوا الاتنين بتحبوا البحر. هي بتتكلم مثلا في قاعده في مكتبه، روح كلمها اللي انت بتحب الكتب الفلانيه وانت بتقري كتاب ايه. فلازم تخش بنفس الليفل بتاع تفكيرها، ما تخشش بموضوع غير الموضوع. لازم تخش عندك يعني كذا حوار ممكن تتكلم فيه. افرض الحوار ده ما نفعش، هتمشي؟ ممكن تفتح حوار تاني. ما نفع، افتح حوار تالت. ما نفعش، امشي عادي. اوعى تخش تقول لها ايه يا جميل يا قمر، ايه المز ده يا الارض مش عارف ايه عليكي. الكلام ده هيتفرم وحافظاه وسمعاه وزهقانه من العيال الزباله اللي بتقوله. احنا مش بقول لك ازاي تخش تشقط او تخش ازاي تغلس على واحده او تعكسها. انا بدخلك ازاي تتعرف على واحده، ازاي تخش تعرف تتكلم وتبقى عندك اسمها سوشياليزنج. يعني انت ممكن تعرف على الناس حتى لو انت مش عايز منها حاجه. يعني حتى لو انت مش عايز تخرج معاها، انت رايح قاعد في مكان تعرف على الناس اللي معاك، قضي وقت حلو وروح خلاص عادي. في ناس دايما بتروح بتخش تقول ايه الساعه كام؟ طب ما هي هتقول لك الساعه 2، خلاص امشي. يعني هتعمل ايه؟ الذكي يعمل ايه بقى؟ الساعه كام؟ تقول لك الساعه 2. قول لها على فكره انا عايز اعرف انت جبت الشنطه دي منين. انا نفسي اجيب هديه لمامتي ومش لاقي اجيب لها هديه، والشنطه دي فعلا هي ده الستايل اللي ماما بتحبه. هي يا فرحتها الواحد بيقول لها ان الشنطه بتاعتها حلوه. هتشرح لك بقى الشنطه منين، وفي احتمال تخليك تخش جوه الشنطه كمان تتفرج على الحاجات اللي معاها في الشنطه بتشيل قد ايه، وكمل انت بقى الحوار. الموضوع التاني، الخارجه بقى. انت دخلت، وصلت الموضوع تمام. الخارجه ممكن وانت مثلا قعدت تتكلم معاه كتير، لو قعدت تتكلم كتير قوي هتوصل لما انت مش عارف تتكلم تقول ايه. فانت احسن حاجه تعملها ايه؟ قول لها بصي انا لازم امشي، انا مش عارف راح اقابل صحابي، انا مع اصحابي اي حاجه. الفيسبوك بتاعك، موبايلك بتاع، اعمل كونكت معاها وسيبها بقى تروح لحالها وانت روح لحالك، وخليك بقى معاها بقى ايه، كلمها. افترضنا اللي هي البت رخمه قوي ورخمت عليك وانت مش داخل تغلس عليها ولا حاجه، ولا على فكره انا مش جاي عكسك ولا اغلس عليكي، انا جاي اتعرف عليكي، بس عايز اقول لك انت رخمه. قول لها كده، قول لها انت رخمه، انا مش داخل اغلس عليكي، يعني بترخمي عليا ليه؟ لو مش عايز تتكلمي معايا قولي مش عايز تتكلمي معايا وخلاص. ايه المشكله؟ مش لازم بقى تديني بصه وتديني مش عارف ايه، مش محتاجه يعني. هي ممكن تتكسف وتيجي تقول طب يعني انا احرجته ليه كده، ممكن تيجي ورا منك وتصالحك. ولو هي قدام صحابها ممكن انت تصعب عليهم وهم يكلموك وتقعد تتعامل مع واحده تانيه خالص غيرهم، وهم هيشوفوا صاحبتها دي اللي هي فعلا رخمه. هي بترخم عليك ليه؟ انت عملت لها ايه؟ انت ما جيتش غلست عليها ولا عملت؟ فاكر نفسك اللي انت هتخش كل مره هتيجي معاك تمام؟ لا. هتسمع قله ادب؟ ما افتكرش. بس انت تكون متوقع ان ممكن حاجه تروح مش زي ما انت متوقع، عادي جدا. ناس كتيره جدا مش هتقتنع باللي انا بقوله، وده عادي جدا، مفيش مشاكل. اعمل اللي انت عايز تعمله. انا بالنسبه لي، انا لو ما رحتش واتعرفت على البنت بنفسي، بتحط في المجال التاني اللي هو استنى ماما بقى، ماما تروح تكلم لي بقى دي وتجيب لي واحده قريبتها وصاحبتها لا، انا اروح اشوف اللي عاجبني عشان اما اتجوز
ما يجيش كمان شهرين اختيار ماما يطلع وحش واتطلق بقى ونخش بقى في عيال ومين هياخد العيال والقصص دي كلها. الموضوع اسهل من كده بكتير قوي. لو عجبك الفيديو ده شير، سبسكرايب، ولايك. اشوفكم في حلقة تانية. باي باي.